أنا أول وحدة طلعت بالشام وقت التحرير، الشباب هن اللي فتحوا لي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله اللي طلعت بهيك يوم، يعني أنا إلي الشرف أطلع بهيك يوم، مع إنه كان فقد الأمل إني أطلع أصلا. أنا كنت عم صلي الفجر الساعة 4:30، ولا بيندق الباب علينا، أنا قاعدة وابني نايم جنبي، بندق الباب، فيق ابني، بقطع صلاتي، فيق ابني بقول له قوم شوف هالباب مين عم يدق علينا بهيك ساعة، يعني ما حدا بيدق علينا بهيك وقت. طلع فتح، ولا بفوتوا علينا شي حوالي 16 17 شاب، بلشوا بدهم يفوتوا على الغرف، منعتهم أنا من الفوتي، في غرف منعتهم من الفوتي عليها، رغم هيك فتحوا بدهم يفوتوا وفاتوا علينا. طلعنا على الشام، فوتوا، وصلنا على فرع 227 مربع الأمنة. فرع الخطيب ما بعرف أنا شو اسمه، بعرف إنه هيك الفرع مربع الأمنة 227. فتنا، فوتوني لها قدام الغرفة اللي بدهم يحققوا معي فيها. فتنا عن هاي غرفة الإرهاب، العذاب يلي يمكن ما عم حاول انساها، ما عم بقدر انساها أنا، العذاب اللي تعذبتوا فيها. فتنا، لقيت ضباط، لقيت مقدم، لقيت رئيس الدوريات اللي هو أخذني من هون، ومعه شباب كلهم جوا، وفيها كل آلات التعذيب، الشنق، الشبح، الجنازير، لقيتها جوا. قال يلا تفضل احكي لنا شو عاملي انت، شو مسوي؟ قلت لهم انا ماني عامله شيء. قال لا مبلا عامله، انت نقلة عبوات، نقلي عبوات من صحنايا على زاكي، على جديدة، وعلى داريا. قلت لهم انا ناقلي هذا الشيء؟ اذا انا ما بقدر امشي بعد الشهر والعشرين يوم على ضرب وتعذيب، انا ما شفت فيهم النوم. هيك بقعد على بلاطين بس، روح على التحقيق اجي اصابيع مفسخه من الضرب، وهيك بيرموا علي العصا هاي اللي بضربوا فيها، الاخضر الابراهيمي مسمينه. ضربوني، كسروا لي ايدي. شو هي؟ الاخضر الابراهيمي مسمينه، العصاي. ايه، ضليت هيك اكل ضرب واكل، وضل اسبوع مالي صحياني لحتى يجي التحقيق الثاني وياخذوني على التحقيق. شحط، ما ادري اقوم، يعني تعب انه كتير تعذيب، يمكن شباب ما بتقدر تتحمله. انا واللي معي، المجموعه اللي معي كلها، وهن عم يحققوا معي شابحين 4 5، الدم عم ينزل منهم وعم يضربوهم، وبدهم ياني احكي اللي بدهم اياه هني. بعد شهر و20 يوم انا هون تعبت، انا عامله قسطرات قلب، مع سكري، مع ضغط مزمن، يعني الى سنين انا ما عاد الي حيل قوم من ارضي. بليلي من هالليالي الساعة 3 بالليل بيتصل المقدم عليه، بيتصل بالسجانات، بقول له اعطيني ريم معنا بالجنزير. بتطلع ريم بتحكي معه للمقدم، بقول له خلي اللي معك ام خالد تجي تحكي اللي بدنا اياه، او بنحطها بالمنفردي، وبتعرف شو هي المنفردي. بعد شهر و20 يوم خلص هون ما عاد، يعني كله اعترف طبعا من الضرب، اعترفوا البنات والشباب، كله اعترف انه نحن ايه عاملين وناقلين عبوات. ما صفيت غير انا اللي مأخرتهم، يا بيحطوني بالمنفردي يا بيحكي اللي بدهم اياه، كل يوم من 7 ل7 ليجي الفطور لحنا، كل مين موجود بيتعذب. نقلونا الساعة 12 بالليل على الفرع الثاني. هذا الفرع طبعا كان أكبر، كان مرعب، كان بخوف كتير، وعلى تعذيب وعلى تحقيق وتعذيب باليوم 4 5 مرات 10 مرات. وعلى هالحالة قعدنا ليوم اللي طالعونا الشباب، بعد 5 شهور من العذاب والسجن من مكان لمكان. قال لي اللهم صل على النبي، قال لي من وين انت؟ قلت له انا كيف بدي اروح على داريا، انا ما معي هويه واماناتي تحت. قال لي روحي، سقط، روحي خلص، لا سلمي طريقك وروحي. ونزلني هو، عاد صار هو ينزلنا، نزلنا لتحت، ولا تحت في سجون الشباب يلي إلها سنين وايام وليالي، شباب ما عم تعرف تحكي، شباب يعني ما بتعرف تمشي، شباب باركي بالارض ما بتمشي، حملوها ببطانيات اخذوها. في شباب ما ترضى تتخبى ورا الباب، ما ترضى تطلع لانه ما عرفاني شو صاير، ما يسترجوا، لا سقط النظام ما يعرفوا يجاوبوك انه شو صار ولا شو هي القصه.
ردوا قالوا لنا لا هذا بعيد عن الشام، هذا الباب بعيد عن انك تفوت لقلب الشام، بدنا نطلع من الباب الرئيسي. طالعونا، رجعوا للطابق الارضي وطالعوا مشونا والله يسر لنا.